تعرف انك ممكن تعمل عادة صغيرة ساعة الفطار تبوظ كل الفوائد اللي جسمك استفادها اثناء ساعات الصيام الطويلة؟ طول اليوم جسمك كان في حالة من الهدوء، انسولين قليل، الخلايا قادرة تستخدم مخزون الدهون اللي موجود جواها، كمان بتعمل اصلاح لنفسها والهرمونات مستقرة. لكن بعد الفطار بنفضل ناكل لحد النوم، حلويات بعد التراويح، عصاير مليانة سكر، نقنقة قدام المسلسل، لقم صغيرة مش محسوبة ونقول دي حاجات بسيطة. لكن الجسم ما يعرفش يعني ايه حاجة بسيطة، كل مرة بيدخل فيها أكل الأنسولين بيعلى، وكل ما الأنسولين يعلى وضع الإصلاح يقل والجسم يرجع تاني يخزن ما يصلحش. يعني بدل ما تكمل الفايدة عمال تقاطعها كل شوية. الصيام مش بس من الفجر للمغرب، كمان وعي من المغرب للفجر. الجسم محتاج فترات هدوء حقيقية، مش صيام طويل وبعدها أكل متواصل. خلي أكلك في وقت محدد، بلاش نقنقة طول الوقت. لو محتاج تاكل بعد التراويح خلي اختياراتك ذكية، يعني مثلا ناكل فاكهة بلاش الحلويات. حاول تسيب ساعتين قبل النوم من غير أكل لأن الجسم بيشتغل في هدوء مش في زحمة الأكل. بس في حاجة مهمة، ناس كتير بتعاني من الصداع، تفتكر سببه قلة نوم ولا سببه الصيام ولا إيه السبب؟ وده اللي هنعرفه الحلقة الجاية. الصيام فرصة، بس طريقتك فيه هي اللي هتحدد النتيجة. وخليك فاكر جسمك دايما بيكلمك، تعال نتعلم نسمعه.